بدنا نسوي لكم مضبي خليجي كثير مختلفين عليه. ناس بتقول يمني، ناس بتقول سعودي، ناس بتقول كويتي. احنا بدنا نسويه مضبي خليجي، مش على الحجر ولا على الحصى، على الملح. يلا معي. اول اشي بدنا دجاجة، طبعا منظف منيح بالخل والليمون والملح. واول اشي بدنا نحضر لخلطة الدجاج: معلقة كاري، معلقة كمون، معلقة كركم، معلقة بهارات مشكلة، فلفل اسود، زنجبيل مطحون، هيل مطحون، معلقتين خل صغار، وما ننسى الملح، زيت زيتون او زيت نباتي تقريبا معلقتين كبار. وبنقلبهم كثير كويس. وبعد ما خلطناهم مزبوط بننزل عليهم الدجاج ونقلبهم مزبوط مع الخلطة من جوا ومن برا. هاي من افخم الخلطات للدجاج. وهيك بنكون خلصنا تتبيلة الدجاج. وهسه بنجيب صينية فرن وبنحط في قاع الصينية ملح خشن، نفرده تحت لما يعطينا طبقة تقريبا 2 سنتي. وهيك بنكون عملنا طبقة الملح، وبنفرد عليه الدجاج بدون ما نحركه. وهسه بنشغل الفرن من تحت وبنحطه في وسط الفرن ونتركه تقريبا 1.5 ساعة. ويلا على الفرن. ومن هون لما نخلص الدجاج بنروح نحضر الرز. طبعا الرز بدنا زيت نباتي، بصلة مفرومة ناعم نقلبها، بدنا فلفل رومي ملون اللي هي فلفلة ملونة، وفلفل حار، نقلبهم مع بعض. بعد ما قلبناهم تقريبا 3 دقائق ننزل عليهم بورق الغار، الهيل، عيدان القرفة، وفلفل أسود حب، واللومي، والقرنفل، ونقلبهم. يا سلام الريحة اللي بتنعش. بعد ما قلبناهم مع بعض تقريبا دقيقتين بدنا رز بسمتي حبة كبيرة منقوع تقريبا ساعة. بسم الله. بنضيف عليه الملح طبعا حسب الكمية. بنقلبه تقريبا دقيقتين. بنضيف عليه المي. طبعا المي ساخنة. بعد ما غليت المي ونزلت لتحت بنسكر عليه ونوطي عليه على الآخر وبنتركه 3 ساعة. وبعد ما خلصنا الرز بنحط عليه من فوق اللون الأصفر. شايفين كيف يا حبايبنا؟ كل حبة بحبتها، عن جد اشي بفتح النفس. وهيك يا حبايبنا بعد 1.5 ساعة في الفرن، طبعا بعد ساعة قلبته. وهسه بنروح نحمره من فوق. بعد ما خلصنا الدجاج والرز بنحطه فوق هون على الرز. شوف الدجاج كيف بعد ما تحمر. السلام. بنحط القزديرة في مكان فاضي، بنحط زيت الزيتون عليها، وبنحط الفحمة وبنسكر عليها تقريبا 5 دقائق. وبعد 5 دقائق بنفتح عليه. يا سلام، يا سلام على الريحة. الله الله. بنشيل القزديرة وهسه بنروح نحطها بصحن وبنزينها. نجيب الصحن، نحط رز، بنحط الدجاج. السلام، يا سلام. نحط اللوز، شرايح الليمون، الفلفل الملونة، رشة البقدونس، الريحة بتشهي. طبعا مع سلطة الدقوس اللي هي السحاوق اليمنية. هيك بنقول لكم هذا أفخم مضبي لعيونكم. حفاظا على مشاعر الصايمين ما راح ناكل، وهاي لعيونكم.